تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الكارثة اللي حصلت في مصر وسموها إرادة شعبية، تدخل الجيش بالدبابة وافتك الحكم بالخيانة والغدر من رئيس منتخب شعبيا وشرعيا. ثم توانسة عجبتهم الحكاية وعجبهم السيناريو، خاصة في الآلام والدولة العميقة من أزلام بن علي. أمنوا أكثر أنه ممكن هذا الشيء يتعاود في تونس. وهك علاش قناة نسمة انخرطت بكيفية غريبة وعجيبة واختيرة في هاللعبة القذرة، ونضيفوا لها فوزي جرات في قناة حنبال والحوار التونسي وتونسنا أخيرا. ومش ممكن ننساو أنه قناة حنبال في شر جويليا عملت اللي ما يتخيلوش البشر، جيشت وحرضت وعدت مباشرة العديد من الاحتجاجات التي تدعو إلى إسقاط النظام. مش احتجاجات ومظاهرات، لا، تدعو إلى إسقاط النظام، وعتمت على العديد من الاحتجاجات الأهم والأخطر اللي ما تدعوش إلى إسقاط النظام. كانت الخطة متاعها هي والفريق متاع السياسيين اللي وراها أنهم يعملوا جهدهم وأكثر من جهدهم. وآخر فضيحة كانت يوم 23 أكتوبر، حيث عملت ومضة لإسقاط النظام ولتغيير كل أجهزة الدولة بكل وضوح. الومضة هذه فيها تشهير الوزير الأول ورئيس دولة والعديد من الرسائل اللي تدعو للناس للتظاهر ولو بالعنف ضد السلطات القائمة بالبلاد. والله لا يجعل هذا مستحيل باش ننساو مساهمة نسمة في شعل نار الفتنة في تونس. باش تشوفوا يا توانسة إلى أي مدى وصلت هذه القناة تحرض بين التوانسة وتشعل في النار. وإذا كملت نسمة بالأسلوب هذا وبالطريقة هذه وبالضيوف هذوما، نعم ماشيين للفتنة الكبرى. وتو نخليكم مع اللقطات من ضيف من ضيوف نسمة اللي جابتهم آخر مرة، ولا كل مرة تتفنن في استضافة ناس الكل حقد وكراهية وبغض، سب وشتم وتحريض على العنف. أو ناخذ المثل هذايا واللي هو سواء النوار من الاتحاد العام لطلبة تونس. الناس الكل تعطي مواقف رسميه وواضحه من حرق مقرات النهضه، ونقول له يا سيد عاجمي الوريمي مجموعه المهرجين اللي قاعدين معاك في ندوه الصحفيه، شباب تونس اللي توجه معناها مسيرات طلابيه وتلميذيه ومتحملين مسؤوليتها ونحن دعيناهم، توجهت في الجهات الكل من الاتحاد العام لطلبة تونس ومن تلاميذ تونس، توجهت إلى مقرات النهضة من الاتحاد العام لطلبة تونس، وستطردكم من هذه البلاد. وهنا نسأل السؤال: وين هي هيئة الإعلام السمعي البصري؟ وين هي نجيب الحمروني؟ وين هي النقابات؟ وين هي جمعيات المجتمع المدني؟ وين هي جماعة حقوق الإنسان؟ طبعا هذا مادام الضرب في النهضة، حرق النهضة، قتلان أعضاء النهضة، يبقى الأمر حرية رأي وحرية تعبير وحرية فكر. هذا هو اللي مش يحرق تونس يا قناة نسمة، هذا هو اللي مش يحرق تونس يا نبيل القروي. فيق على روحك، راكم قاعدين تدخلوا في البلاد في حيط، انت والمجموعة من السياسيين اللي وراك واللي يمولوا فيك. الكراهية والتحريض اللي وصلت له قناة نسمة عبر اعلاميين متاعها، خاصة سي سفيان وسي زياد، وحتى عبر الضيوف، لأنه الضيوف اللي يجيو يعني تقريب 99% من الضيوف سب وشتم للحكومة، تشويه وتنكيل للحكومة، استعراض عضلات، تهديد، تخويف التوانسة. غريبة وين تلقاو فيهم هذوما الضيوف هذوما؟ يجيبوهم تختاروهم بالملقاط ولا كيفاش الحكاية؟ راهو الشيء اللي تعمل فيه قناة نسمة هي بداية حرق تونس، وهي بداية للتطحن بين التونسيين وبث التفرقة، وهي دعوة لمزيد من الكراهية. احنا نقولوا لك يا سي نبيل القروي، عاود شوف البرامج نتاعك، عاود ثبتهم، ولا اعمل لجنة مختصة تو تشوف الغرايب اللي قاعدة تبث فيهم القناة متاعك سواء في غيابك أو في حضورك. تحياتي والسلام عليكم.